صباح الخير عليكم. رسالة النهاردة ان قبل ما تاخد اي قرار في حياتك تفكر فيه كويس علشان ما ترجعش تندم، وساعتها مش هينفع ترجع اللي انت عملته تاني او اللي حصل معاك، يعني علشان ما تبوظش حياتك وانت واخد قرار سريع جدا انت مش عارف النتائج بتاعته ايه. انا هحكي لكم على حاجه كده بسيطه. انا كنت يعني انا حاليا بشتغل، فانا ما كنتش مستريحه في المكان اللي انا فيه، فقررت ان انا اتنقل مكان تاني. فلما برضو حصل، يعني اول ما روحت المكان ده حصل فيه دروبات كده وما كنتش مستريحه برضو فيه. فحاولت ان انا ارجع مكاني الاولاني. تمام. ف... فمديرتي اللي هي الاولانيه دي بتاعت المكان الاولاني رفضت ان انا ارجع. تمام. يعني عندا معايا ان انا سبتها ومشيت، لانها لما جيت مشيت لما جيت امشي قعدت تتحايل عليا وتقول لي لا ما تمشيش وكده، وتمسكت بيا قوي، وانا اللي رفضت وقلت لا لازم امشي وكده. تمام. فهي لما رفضت فرجعت بقى المكان التاني، وكنت صلحت الامور اللي هي كانت مضايقاني وكده، فاستريحت في المكان التاني جدا جدا، يعني اكتر من المكان الاولاني بكتير. ف... فندمت ان انا رحت للمديره للمكان الاولاني، يعني مديره المكان الاولاني، وقلت لها انا عايزه ارجع، وندمت جدا على الموضوع ده. قلت يا ريتني ما كنت عملت كده. فانت يعني فكر كويس قبل ما تعمل اي حاجه في حياتك علشان ما ترجعش تندم وتقول يا ريتني لا انا كنت عملت كده، يا ريتني كنت فكرت كويس. اقعد مع نفسك كده وفكر في اي حاجه انت عايز تاخدها، اي خطوة في حياتك انت عايز تاخدها. فكر كويس، فكر من كل الجوانب، فكر في يعني هيحصل ايه بعد كده. خلي عندك نظرة لقدام، قول قدام هيحصل ايه لو انا عملت الخطوة دي، لو انا اتسرعت طيب وقلت دلوقتي طب هيحصل ايه، طب انا لو اتكلمت بعدين هيحصل ايه. يعني فكر في كل حاجة، فكر في كل كلمة بتقولها، في شغل، في ارتباط، في كل حاجة، في مشروع انت عايز تعمله. فكر كويس قبل ما تعمل اي حاجة وترجع تندم وساعتها الندم مش هيفيد يعني. ف يعني دي رسالة النهاردة، ويا رب تكون فاتتكم. لو شايفين حد ممكن يستفيد من الفيديو ده تعملوا له شير وتعملوا لي اشتراك في الصفحة، متابعة ولايك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبس كده. باي باي.